السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. المحاضرة الثالثة في كورس أو في سيشنات الميديكال ترمينولوجي، وهي تأسيس طلبة كليات الطبية. أتمنى يا صديقي تكون ذاكرت المحاضرة اللي فاتت واللي قبلها وحليت الواجب الخاص بيها، ويلا ننتقل على المحاضرة دي إن شاء الله. المحاضرة تكون سهلة كده وخفيفة يعني، بس فيها حاجات كتير الصراحة. ليه؟ أنا قلت لك كل ما هبدأ أعلي عليك حبة في حبة. حابب أوصل للمحاضرة الأخيرة هتلاقيها دسمة أكتر محاضرة فيهم دسامة يعني. طيب، اول حاجه معانا حاجه مقطع اسمه اليجيا. اليجيا دي حاجه اسمها سافكس. ايه سافكس دي؟ سافكس دي مش انا قلت لك زمان قلت لك لو دي الكلمه فده اصل الكلمه، ده اصل الكلمه. ممكن اضيف حاجه في الاول، ممكن اضيف حاجه في الاخر. لما اجي اضيف حاجه في الاخر اسمها سافكس. مثال بالانجليزي، يعني مثلا ايه يا ربي، شوف اي حاجه بقى. يعني مثلا كويك. كويك يعني سريع. لو انا جيت ضفت لها ال واي تبقى كويكلي، حاجه بسرعه. غيرت المعنى لحد ما. ده اصل الكلمه، ده الروت. لكن ده الاضافه اللي في الاخر، اللي في الاخر اسمها ايه؟ اسمها سافكس. خدت بالك؟ اخدت بالك. طيب، وبعد ذلك ايه؟ الكلمه اللي عندي بقى كلمه مهمه جدا اسمها ارثولوجيا. ارثولوجيا، كلمه اليجيا معناها بين، معناها الم. فكلمه ارثولوجيا معناها الم مفاصل. كلمه ارثو او اورثو هنا جايه في كلمه مفاصل. تمام؟ اورثو اللي هي مفاصل. لو انا في كلمه ثانيه بس انا مش هكتبها لك، بس هقولها لك سماعي، اسمها اوستو. اوستو. اوستو يعني عظام. فلما اجي اقول لك اوستوليجيا يعني الم في العظام. طب اورثوليجيا يعني الم في المفاصل. الم في المفاصل. كلمه مفصل اصلا معناها جوينت. JOINT. ده معنى كلمه مفصل. تمام؟ يبقى اورثوليجيا معناها الم في المفاصل. تقول لي طب سؤال، هو مفصل جوينت ولا اورثو؟ اقول لك الاثنين عادي. ما هي عظمه هتاخدها يعني ايه؟ عظمه هتاخدها بون ولا تاخدها اوستو. تمام؟ تمام. فهي تكون ليها بون ليها اوستو، ليها معنيين عادي خالص، او ليها المعنى والكلمه الخاصه بيها. زي المعده هتاخدها ايه؟ هتاخدها ستومك عادي، او جاسترو او جاستريك، حاجه ليها علاقه بالجاستريك. تمام؟ خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي، ان كلمه اليجيا معناها الم، فكلمه معناها ارثولوجيا معناها الم في المفاصل. في هنا عشان اثبت لك ان انت ما شاء الله مستواك لحد ما بتعرف تقرا كويس، هنقرا مع بعض السطر الحلو ده. هو على فكره مش حاطه عشان تقراه، هو حاطه كده كنظام، بس انا هنكبر ونقراه مع بعض. ثانيه بس نعمل زوم. يقول لك وات از ارثولوجيا. يعني ايه ارثولوجيا؟ يقول لك الارثولوجيا اللي هي انت عارف الم العظام، عرفها الم المفاصل قصدي. يعني ايه الم المفاصل؟ يقول لك اسمها كده ارثولوجيا از بيزيكلي. ممكن يكون الكلام مش واضح قوي، بس هي بيزيكلي ا ميديكال تيرم. الارثولوجيا بدايه او بديهيا حاجه اساسيا، يعني هي ميديكال تيرم، مصطلح طبي. تمام؟ ميديكال يعني طبي، وتيرم مصطلح. فور جوينت بين، لالم الم المفاصل. جوينت يعني مفصل، وبين يعني الم. it can affect any joint، هي ممكن تأثر على أي joint in a person's body، في جسم الإنسان. including تتضمن إيه؟ الهيبس. الهيبس اللي هو الفخذ، مفصل الفخذ. الشولدر، شولدر مفصل الكتف. تمام؟ الإلبو مفصل الكوع. الريست مفصل الريست. الهاند الإيد، الهاند فيها مفاصل طبعا، بقى دول بينهم بعض مفاصل. تمام؟ الني مفصل الركبة. الأنكل مفصل الكاحل. الفيت مفصل اللي هو بتاع الرجلين خالص زي من تحت. الى الرجلين جوه في المفاصل، اي عظمتين بص بيتخبطوا كده مع بعض، في بينهم مفصل. ليه؟ عشان يعرف يتحرك. هو المفصل عامل اسمه زي مفصل الباب كده. ليه؟ عشان يعرف العظم يتحرك. طيب، ادي اول كلمه. اللي بعدها هناخد كلمه المقطع ايتس. ده مقطع انا برضو بضيفه في نهايه الجمله. المقطع ده اول ما اضيفه في نهايه اي حاجه معناه التهاب للحاجه دي. يعني كلمه ايتس المقطع ده معناه انفلاميشن. انفلاميشن اللي هو التهاب. يعني ايه؟ يعني انا مثلا ادي كوبايه القهوه، لو ضفت لها ايتس تبقى قهوه ايتس، تبقى التهاب في القهوه. تمام؟ تمام. صوت الموتوسيكل في الشارع، يعني انا اسف المايك بتاعي باظ، فطبعا صوت الشارع كله في المحاضره. تمام؟ تاني حته دي كده عشان الصوت. قلت لك ان ايتس عباره عن تضاف في اي حاجه تبقى التهاب. فالم ايتس تبقى التهاب الالم مثلا، الالم كان هيقع. اي حاجه ايتس التهاب الحاجه دي. ايه المثال بتاعنا؟ ابندكتايتس، التهاب الزايده. التهاب الزايده. حاجه تانية نفكرك مثال تاني مثلا اسمه ايه؟ جاسترايتس، التهاب المعده. طيب، يبقى اهم حاجه عندي هنا مش الكلمه مش مهمه. ان هنا عندي دي الاهم.
تشوف اي تي اي اس كده في اخر حاجه، عارف ان دي التهاب في الحاجه. كلمه اميا، الكلمه ذات نفسها مش مهمه، بس كلمه اميا معناها دم. فكلمه ان اميا انا شرحتها لك قبل كده، قلت لك ان ان او معناهم مفيش، معناهم نقص، معناهم كل، معناهم وزاوت. فمفيش او نقص او فقر في الاميا، يعني فقر في الدم، اللي هو ايه؟ اللي هو الانيميا. انيميا اللي هي الانيميا. تمام. بعدين كلمة اوزز. اوزز دي تضاف في اخر الكلمة، وانا لما اضيفها بعرف ان دي حالة مش طبيعية. يعني ايه؟ يعني مثلا او حالة مرضية. فعندك مثال اسمه سايكوزز. كلمة سايكو لوحديها كده، سايكو البي بتاعتها سايلنت، انا بقول سايكو. تمام. كلمة سايكو اصلا معناها نفسي. فيقول لك ايه؟ علم النفس سايكولوجي. اولوجي يعني علم، وسايكو يعني نفس، علم النفس. فحتى علم النفس دي مادة يعني اسمها سايكولوجي. فسايكوزز، اوزز معناها ايه؟ معناها abnormal condition. abnormal condition يعني حالة غير طبيعية، حالة مرضية. فيقول لك ايوه، يبقى سايكوزز وهي الحالة النفسية المرضية. تمام. تمام. شغال يفكر بقى كتير بقى، وهذاكر ازاي، هعمل ازاي، اللي هو انتوا فعلا هتاخدوها في، هتمروا بيها يعني، بس ان شاء الله ربنا يبعدكم عنها. كلمة باسي معناها ديزيز. فاديك مثال، اسمه المثال نيورو باسي. كلمة نيورو، اي حاجة ليها علاقة بكلمة نيورو معناها اعصاب او عصب، جاية من كلمة نيرفس، عصب. فلما اجي اقول لك هنا كاتب لك حاجة اسمها نيورو باسي، يعني مرض في الاعصاب. مرض في الاعصاب ممكن يخلي ان في الم في الشولدر، يخلي ان في كهرباء في رجليك، كهرباء في اماكن معينه. في لو تلاحظها دي ليها سبب، هتاخده انت ان شاء الله. تكون معدي كده سنه، تتخبط في باب ولا حاجه، في كوعك تحس ان في كهرباء حصلت هنا. ليه؟ هو في عصب يعني مهم بيعدي من هنا كده وبيلف لفه، هو في اللفه بتاعته هنا في مكان فتحه معينه، كوندايل معينه بيحصل فيها كهرباء. مش هشرحها لك قوي، انك هتاخدها في الاناتومي ان شاء الله في التشريح في الترم الاول. فكلمه نيورو بس يعني مرض او مشكله، ونيورو يعني اعصاب، تبقى مشكله في الاعصاب او مرض اعصاب. الكلمه التانية المهمه برضو عايز اقول لك عليها، فين هنا؟ باثولوجي. باسو قلنا يعني خلاص مرض، باسو او باس. واولوجي يعني علم، تبقى علم الامراض. دي ماده اسمها باثولوجي، علم الامراض، تاخدها ان شاء الله في سنه، على حسب بقى، تاخدها ثالثه، تاخدها رابعه كده. عندنا بناخدها في ثالثه. طيب، الكلمه اللي عليها الدور اكتومي. الكلمه دي مهمه جدا مهمه جدا مهمه جدا. اكتومي يعني ايه؟ سيرجيكال ريموفال. عارف تيجي تعمل عمليه جراحيه وتشيل له الزايده، شلت له الزايده، يعني ايه؟ شلتها له، عملت له اكتومي ليها. فيقول لك ابندكتومي اللي هو انا عملت استئصال للزايده. ابندكت اللي هي جايه من ابندكتس اللي هي الزايده، واكتومي اللي هو استئصال. تمام. اي حاجه بقى اخرها اكتومي تبقى انا عملت كده. هيباتوكتومي، كلمه هيباتو معناها كبد. الكبد انت عارف ان هو ليفر، بس ده بالانجليزي، انت راجل دكتور فهتعرف ان ليها اسم تاني اسمه هيباتيك، لاتيني يعني، هيباتيك. تيجي ناخد سؤال حلو جدا حلو مع بعض. لا جيت دلوقتي قلت لك ايه؟ جيت قلت لك الاتي، لحظه كده. دي خلاص، احنا خلاص خلصنا. هديك السؤال ده ونقفل المحاضره. احنا دلوقتي قلنا ايه؟ قلنا ان كلمه هيباتيك معناها كبد. يلا انا عايز اقول التهاب الكبد، التهاب اي حاجه اضيف فيها اي تي اي اس، اي تس تبقى التهاب. بقول هيبا تايتس، اي تي اي اس، دي معناها التهاب كبد. طب عايز اقول مثلا استئصال جزء من الكبد او استئصال الكبد، هقول هيباتو اكتومي. تمام. اقول لك تمام، يبقى انا بحط الكلمه اللي هي النهايه دي، بحفظها واحطها في اي حاجه على حسب الحاجه المطلوبه يعني. ده كان فيديو النهارده 9 دقايق ونص، يعني مش حاجه. تعالى بس كده في نص الدقيقه دي اللي فاضله نعيد على اللي خدناه النهارده، هما صفحتين. رقم 1 قلنا ايه؟ قلنا ان اليجيا معناها الم او كده. فقلنا ان كلمه ارثليجيا الم في المفاصل. وقلنا ايه؟ فهمنا القطعه دي قراناها يعني. ايتس بتضاف في الاخر معناها انفلاميشن او التهاب، فهتبقى عندك ابندكتايتس اللي هو التهاب في الزايده. اميا معناها اللي هو في الدم، فانيميا تبقى فقر الدم او اللي هي الانيميا يعني.
اوزيس معناها حالة مرضية. اب نورمال، كلمة اب نورمال طبيعي، اب نورمال يعني حاجة مش طبيعية، كونديشن يعني حالة، فاب نورمال كونديشن يعني حالة مرضية اللي هي حالة مش طبيعية يعني. تمام. فعندك المثال قلنا سايكوزيس. تمام اللي هو حالة نفسية مرضية. كلمة باسي معناها مرض، فعندك نيورو باسي يعني مرض أعصاب، مرض في الأعصاب. اكتومي معناها استئصال أو عملية جراحية بس اللي فيها استئصال يعني سيرجيكال ريموفر. المثال ابندكتومي استئصال الزايدة. بس ده كانت محاضرة النهاردة، محاضرة خفيفة إن شاء الله. فاضل لنا أظن دي التالتة، فاضل لنا الرابعة والخامسة احتمال أخليها امتحان، ونبدأ في 5 محاضرات مختلفين خالص بنظام تاني عن مواضيع تانية خالص عن التشريح إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.